السخانه ما يليقوا غير هاد الساندويتشات. واحد الخبز فارغ من داخل، حشو من اروع ما يكون. وصفه سهله مهله، سجلوها عندكم وجربوها. اول حاجه نبداو بالبولي ماريني باش يشرب لنا مليح هذيك التتبيله ويجيب بزاف بنين. نحطوا هنا التوابل تلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو، الثوم، عصره تاع القارص، الزيت، الكريمه السائله تعطيكم طراوه للدجاج. تقدروا تعوضوها بليغور طبيعي، مغرف تاع الموطاد، ونخلطوا كلشي مليح. نحطوا في الفريجيدير ونروحوا نحضروا الخبز. نحتاجوا فيه 2 كيسان تاع الفرينه، كاس تاع السميد اللي يكون ناعم، مغرف تاع الخماره، مغرف تاع السكر، ومغرف تاع حليب بودره اختياري. لاستيوس تاعي باش الخبز يجيكم بنين ومنسم، نضيفوا واحد جامبو ميكس تاع الدجاج اللي فيه توابل طبيعيه والاعشاب، يعطيكم واحد البنه للخبز بزاف هايله. كيما شفتوا ما راحش ندير الملح، راح ندير الماء فقط، نلمو هنا بالماء الدافي حتى نتحصلوا على العجينه اللي تكون طريه. نخليها تخمر واحد نص ساعه هكذا ولا حتى يضاعف الحجم تاعها، ومن بعد راح نعاود نروح نفتح عليها نديكازيها ونقسمها هنا الى 8 كريات اللي يكونوا متساويين. نغطيهم كيس بلاستيكي وبطرشون، ومن بعد نروح مباشره نبدا نفتح في الكريه الاولى على شكل دائري. شوفوا السمك هنا كيفاش يكون، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. قبل ما طيبوهم خلوهم يريحوا واحد ربع ساعه هكذا، من بعد روحوا طيبوهم. النار تكون متوسطه حتى القاويه. نطيبوهم على الجهه الاولى 10 ثواني ونقلبوهم على الجهه الثانيه، ونبقاو نقلبوا فيهم حتى يتنفخوا معكم. وتقدروا مام تعاونوا روحكم بالشانيمو باش تحصلوا على نتيجه بزاف هايله. شوفوا الخبز تاعنا كيفاش يجي داير. نطيب كامل الخبزات بنفس الطريقه، وهنا نروح نطيب الحشو تاع هذاك الدجاج اللي كنا حضرناه مع بعض. خلوه حتى يطيب، وكيما شفتوا كون طيب ثاني اللي فريت. ونجيب هذاك الخبز بعد ما طاب كامل كيما راكم تشوفوا يجي منفخ، يجي فارغ من داخل. تقدروا ديروا به عده انواع تاع ساندويتشات، تقدروا مام يعني تحضروا كميه كبيره وتخبوها في الثلاجه. دروك نروحوا نعملوا لي ساندويتش، نحطوا كميه تاع مايونيز ولا لي صوص اللي نتوما تحبوهم، لي فريت، سلطه، الحشو تاع الدجاج، والساندويتش تاعنا راه واجد. وصفه بزاف سهله، نتمنى تجربوها وتبارطاجوها.